لو بتتعامل مع البي دي افات كتير، سواء انت كنت طالب او مدرس مثلا او حد بيستخدم البي دي افات عموما في شغله، فاكيد قبل كده قابلتك مشكله ان انت مثلا عندك بي دي اف وعايز تعدل فيه حاجه معينه في النص اللي مكتوب جواه، او عايز تغير صوره وهكذا، ولكن ما كنتش عارف لان الادوات اللي موجوده مش بتسمح لك ان انت تعمل كده. يو بي دي اف هو برنامج تقدر تشتغل عليه على البي دي افات اللي عندك وتحول صيغتها لاي صيغه ثانيه انت عايزها، او تعدل اي حاجه موجوده جواها، او حتى تستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يلخص لك الحاجه اللي فيها او حتى يترجمها لك. وكمان البرنامج موجود منه نسخه فري تقدر تستخدمها على كل المنصات سواء اندرويد او اي او اس او ويندوز او ماك. مش عايزين نطول كتير في الكلام وعايزين نشوف البرنامج مع بعض عامل ازاي، فقبل ما نبدا انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك، وخلينا نشوف البرنامج بيقول ايه. طيب خلينا نبدا بواجهه البرنامج في السريع كده ونفهم هو متنظم ازاي. عندك فوق التايتل بار موجود فيها الاوبشنات العاديه اللي موجوده في اي برنامج عادي، وممكن نتكلم عليها قدام. البرنامج ده بيشتغل بنظام التابات، يعني لو كل بي دي اف انت فاتحه بيكون موجود في تابه لوحديها كده زي جوجل كروم مثلا او اي متصفح انت بتستخدمه، ودي حاجه كويسه عشان تقدر تفتح كذا حاجه جنب بعضها. بيكون موجود عندك هنا على الشمال الشريط اللي بيكون فيه موجود التولز اللي انت هتستخدمها في البرنامج وهنتكلم فيها قدام. بيكون موجود عندك حاجه زي نافيجيشن بار كده بتوري لك انت فين بالظبط في البي دي اف بتاعك، ممكن تنزل فيها بيبقى معلم لك بعلامه كده بحيث ان انت يبقى باين عندك انت في انهي جزء في الصفحه. موجود برده هنا عندك على حسب كل تول انت مختارها الاوبشنات اللي فيها تقدر تغيرها من هنا تتحكم فيها. موجود عندك هنا حبه حاجات هنتكلم عليها برده في الاخر. دي كده نظره سريعه لواجهه البرنامج. اول وضع او مود موجود عندك في البرنامج هنا هو الريدر مود. ده باختصار لو انت بتقرا البي دي اف عادي ممكن تستخدمه، وممكن تخفي كمان النافيجيشن بار اللي موجود هنا او الثامب نيلز بتاعت الصفحات بحيث ان انت تبقى الصفحه موجوده عندك بالكامل، تقدر تزود تعمل زوم، تغير المساحه بتاعت الصفحه او كده، تنزل تطلع، الحاجات دي كلها موجوده عادي زي اي برنامج عادي. ممكن كمان تعرض الصفحات على هيئه سلايد شو شبه الحاجات بتاعت الباوربوينت وكده. تاني حاجه بقى لو نزلنا للقسم اللي بعد كده هتلاقي اول حاجه موجوده عندك الكومنت، وهنا بتبدا تظهر قدامك مميزات البرنامج الحقيقيه او الحاجات اللي انت تقدر تستفيد منها بالبرنامج فعلا. موجود عندك ان انت ممكن تحط حاجه اسمها ستيكي نوت، بتسيب نوته لاي حد مثلا ممكن يفتح البي دي اف ده بعديك، تقدر تكتب فيها اللي انت عايزه، بيكون ظاهر فيها اسم المستخدم والتاريخ اللي انت محطوط بيها، تقدر تغير لونها، بتبقى موجوده في اي وقت. ممكن لو في حد بيشتغل معاك على البي دي اف ده بيعدله ممكن يبص عليها بعد كده بسهوله. عندك هايلايتر، تقدر تعمل هايلايت على اي حاجه موجوده قدامك عادي باي لون زي ما انت عايز. والفكره ان الموضوع هنا سلس وبسيط ودقيق في نفس الوقت، يعني انت البرنامج بيقدر يتعرف على الكتابه اللي موجوده قدامه بطريقه مظبوطه، فانت لما تيجي تحدد حاجه مثلا او تعمل عليها هايلايت او كده بيبقى الموضوع سلس وسليم. ممكن تعمل خط على الكتابه اللي مكتوبه لو انت مثلا عايز تبين ان الجزئيه دي مثلا ملغيه او كده، ممكن تعمل خط تحت الكلام اللي مكتوب لو انت مثلا عايز تبين ان هو مهم او كده. وطبعا كل الحاجات دي انت تقدر تغير الوانها وتقدر تظبطها زي ما انت عايز، بمجرد ان انت بتدوس عليها كده بيظهر عندك هنا تقدر تغير اللون زي ما انت عايز. تقدر تكتب في اي حته انت عايز تكتب فيها، وليكن مثلا عايز احط هنا ملحوظه مثلا ايا يكن، او عايز اعدل حاجه مكتوبه مثلا، اقدر ادوس هنا واجي اكتب في المكان اللي انا عايزه زي ما انا عايز، اختار الخط اللي انا محتاجه، شكل الخط بولد ولا ايتاليك، الحجم بتاعه، كمان اللون بتاعه، واقدر اكتب زي ما انا عايز. لو جينا مثلا عند حته زي دي مثلا موجود فيها مكان للكتابه، في حاجه عندك هنا اسمها تكست بوكس، مجرد ما بتدوس على التكست بوكس ده بيطلع لك مكان تكتب فيه عادي، مثلا اكتب انا اسمي عادي تمام. اقدر احدد الاسم واغير الخط بتاعه زي ما انا عايز، اعمل عليه كل التعديلات اللي انا محتاجها. كمان ممكن اغير مكان التكست بوكس دي بعد كده، اغير حجمها، اغير اي حاجه فيها. حتى موجود عندك حاجه اسمها تكست كول اوت، دي باختصار حاجه زي كده ايه، علامه او تنبيه لاي حد بيستخدم مثلا او اي حد بيقرا البي دي اف بتاعك، بتكتب جواها اللي انت عايزه. تقدر تغير لونها طبعا زي ما انت عايز عشان تبقى واضحه بالشكل اللي انت عايزه. بيبقى معلم لك مثلا بسهم على مكان معين انت محدده، تقدر تغير السهم ده، تقدر تغير حجمها، اتجاهها، كل الحاجات دي موجوده تقدر تستخدمها. والفكره ان هي سلسه وشغاله كويس. يعني عندك قلم لو عايز تعلم على حاجه او ترسم عليها، وطبعا ده لو معاك جرافيك باد او جرافيك تابلت تقدر تستخدمه تكتب بايدك. معاك برضو اريزر لو انت عايز تمسح اللي انت كتبته بايدك. ممكن تعمل اشكال، مثلا عايز تعمل مثلا مربع على الجزء ده مثلا وتخليه مثلا فاضي من جوه، تغير مثلا شكله وحجمه ولونه والحاجات دي بحيث انت توضح مثلا حاجه بتقراها او حاجه بتتعلم عليها. عندك اشكال تانية كتير موجود. عندك ستيكرز، ممكن تحط ستيكر بتدوس على السهم اللي جنبها دي. وليكن بقى يعني انت مثلا ممكن تكون بتذاكر مثلا، فانت في ناس بتحب تحط الحاجات دي فعلا. عايز مثلا تعمل مثلا تنبيه مثلا في حته معينه على حاجه معينه مثلا. عندك مثلا حاجات تانية كتير، ارقام بقى، اسهم، اتجاهات، اشكال بتاع، على حسب انت بقى بتحاول توضح ايه في اللي انت بتكتبه او اللي انت بتعمله، فتقدر تستفيد بالحاجات دي. يعني ممكن كمان تاتش فايل، ودي حاجه كويسه قوي. ممكن تختار اي فايل انت محتاج تحطه، بيفضل موجود على البي دي اف، مجرد ما بتدوس عليه بيتفتح. عندك هنا حاجه زي ختم، ممكن تحط ختم على البي دي اف
طبعا الحاجات دي يعني ممكن استخدامها ما يكونش كتير بالنسبه لك، ولكن هي موجوده. انت ممكن كمان تعمل ختم بنفسك، يعني تعمل ختم كاستم، ممكن تكون بتستخدمه في شغلك او في اي حاجه، فانت ممكن تكون محتاج حاجه زي دي فعلا. عندك حاجه كمان اسمها ساينتشر، لو انت عايز توقع على PDF او حاجه. طبعا الموضوع بيبقى صعب شويه بالكتابه بالماوس، انت بتدوس على السهم بعد كده تدوس كرييت، بيظهر لك ان انت تعمل التوقيع بتاعك مثلا، وليكن مثلا طبعا مش عارف اكتب بالماوس بس يعني انت فهمت الفكره اعتقد. بتعمل الساينتشر بتاعتك، ممكن تستخدم لو انت بقى عندك تاتش باد زي ما قلت او كده، تعمل لها كرييت، وبعد كده مجرد ما انت بتختارها من هنا بتحطها في اي مكان انت عايز تحطها فيه. شوف بقى احنا كل ده لسه بنتكلم في القسم بتاع الكومنت. لو نزلت اللي بعديه اللي هو اديت PDF، ده بقى من وجهه نظري هي دي الميزه فعلا القويه في البرنامج ده، ان هو بيقدر يقرا الكلام اللي مكتوب وتقدر انت تعدل عليه بنفسك. هو بيقسم PDF السكاشن زي ما انت شايف كده على حسب المكان اللي انت بتقف فيه وبيحدده. وطول ما احنا هنا في الجزئيه بتاعه التكست دي، مجرد ما بخش في اي حته انا عايزها، انا دلوقتي ليا وصول كامل على التكست اللي موجود قدامي، يعني انا اقدر اعدل على الكلام اللي مكتوب قدامي. والفكره ان هو مش بيبوظ شكل PDF، يعني هو بيعدل بطريقه مظبوطه. ممكن اعمل اي حاجه، اكتب او حتى امسح او اغير مثلا شكل الخط، وليكن مثلا انا الجزئيه دي عايز اغير الخط بتاعها، اي حاجه بقى انا عايزها. يعني هو متاح لك ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها، عايز تخليه بولد ايتاليك، عايز تغير الالاينمنت بتاعه، عايز تغير حجمه لونه، اي حاجه انت محتاج تعملها هتعرف تعملها بمنتهى السلاسه. الفكره ان انا فعلا ساعات في حاجات كتير ببقى عايز اعدل حاجه في PDF، وللاسف اغلب برامج PDF مش بتقدر تقرا التكست الموجود جوه، مش بتقدر تقراه صح، وما بتديلكش امكانيه ان انت تعدل عليه. حتى بص انا كمان ممكن اغير على مكان التكست ذات نفسه، مجرد ان انا بسحبه بس، او بغير حجمه، بغير اي حاجه. نفس الكلام مثلا عندك الجزء بتاع ايمج ده، لو دخلنا مثلا على حاجه فيها صوره، انت عندك اي صوره في الPDF، لو جينا هنا كده ايديت PDF بعد كده جينا على ايمج، اي صوره تقدر تغيرها تحرك مكانها. ممكن مثلا عايز احط صوره مثلا، هدوس على الجزء بتاع PDF ده واعمل كده مثلا، واختار مثلا الصوره اللي انا عايزها، تخش جوه الPDF عادي بمنتهى السهوله. ممكن اغير حجمها زي ما انا عايز، ممكن اغير مكانها، كل حاجه موجوده. كمان ممكن احط لينك، لو انا عايز احط مثلا لينك مثلا، احط اي لينك اي حاجه، بيبقى عباره عن هايبر لينك، يعني هو بيدوس عليه بس بيخش المكان اللي هو انا محدده له. لو نزلنا على القسم اللي بعد كده اللي هو البيبر فورم، ده بيخليك بقى تقدر تعدل على الحاجات في الفورم بتاع PDF ذات نفسه. موجود برضو عندك تكست فيلد، لو انت عايز تكتب حاجه معينه مثلا، او سايب مكان لحد ان هو يكتب حاجه معينه مثلا، موجود عندك كل الاوبشنات هنا زي ما انت عايز. ممكن تعمل تشيك بوكس، لو عايز تعمل مثلا دروب داون ليست. الحاجات دي بتخلي الPDF بتاعك تفاعلي بشكل اكبر، يعني ليست بوكس عادي تكتب فيها كذا حاجه، يعني حاجات اضافات تقدر تستفيد بيها برضو لو انت بتعمل PDF وحد هيتعامل معاك. طيب لو نزلنا بعد كده الاورجنايز بيجز، هتلاقي هنا عندك كل البيجات اللي موجوده في الPDF بتاعك موجوده قدامك، وهنا تقدر بقى ان انت تبدل مكانهم مثلا بمنتهى السهوله. يعني انا خليت الصفحه دي مكان الصفحه دي، ممكن اضيف بيجات زياده، ممكن ابدل مكانهم زي ما قلت، ممكن اقلبهم مثلا او اقسم الصفحه نصين، اخليها بالعرض، اخليها بالطول، امسح صفحه انا مش عايزها. عندك تحكم كامل، ممكن تعمل اي حاجه انت عايز تعملها في الPDF. كمان ممكن تعمل كروب لصفحه معينه، انا مثلا الصفحه دي انا عايز اخرها يبقى هنا لسبب ما، فبمنتهى السهوله بمجرد ما انا عملت كده ودوست كروب، خلاص الصفحه دي بقت الجزء ده بس. يعني هي عندك سهوله في ان انت تتعامل مع الPDF. طبعا عندك بيج تولز دي، لو انت بقى حابب تحط ووتر مارك مثلا، يعني مثلا لو دوست دلوقتي اد، هيظهر عندي ان انا مثلا احط ووتر مارك مثلا، كتبت مثلا وليكن اسم يوسف، اقدر اخلي شكلها مختلف، اقدر اقلل الاوباسيتي بتاعتها بحيث ان هي ما تبقاش مغطيه الكلام المكتوب، اقدر اكبرها واصغرها، اقدر اخليها تبقى متكرره كذا مره. يعني عندك كل الامكانيات اللي انت عايزها. طبعا دي بتضاف في كل الصفحات. ممكن تغير لون الباك جراوند بتاعت الPDF ذات نفسه، لون الورق. طيب كل دي حاجات حلوه. تعالى بقى نبص على الجنب الثاني اللي احنا كل ده ما كناش بنتكلم عنده. موجود عندك اول حاجه فوق هنا وهي السيرش. لو انت مثلا عايز تسيرش على كلمه معينه مثلا في الPDF، بمنتهى البساطه بتعمل سيرش بيطلع لك كل حاجه. لو نزلنا هنا بقى وبصينا مثلا على ميزه، حاجه بقى مميزه فعلا في البرنامج ده، وهي اكسبورت PDF. تقدر تكسبورت الPDF بتاعك لاي صيغه انت عايزها، ودي فعلا كانت حاجه يعني حاجه مستفزه قوي في التعامل مع الPDF. ان انت مثلا عايز الPDF ده تعدل فيه حاجه، فكنت بتضطر تخليه وورد وبعد كده تعدل وبعد كده ترجعه PDF. كمان عندك هنا ان انت ممكن تعمل باسورد للPDF، يعني انت ممكن تخلي الPDF ده مقفول بباسورد. هتدوس مثلا هنا وهتحدد الPDF، هتحدد الباسورد اللي انت عايزه للPDF بتاعك، ومحدش هيقدر يفتحه بعد كده غير بالباسورد ده. ممكن بسهوله من جوه البرنامج تشير الفايل مع كذا حد تاني، مجرد انت بتدوس هنا بيطلع لك لينك، تقدر انت تكريت لينك بنفسك او يطلع لك لينك انت تستخدمه. بمجرد ما بتدوس على كلمه كرييت هنا بيرفع الفايل على الكلاود وبيعمل لك لينك، تقدر تاخد اللينك ده وتشاره مع اي حد تاني، او ممكن تشاره معاه عن طريق الايميل مثلا، تكتب ايميل وتبعته له في ايميل عادي.
فحتى طريقه ان انت تشارك الفايل اللي انت عملته او خلصته او اللي انت كنت شغال عليه مع ناس تانية بسيطه وسهله. حاجه كمان برضو مميزه هنا ان انت تقدر تتحكم في مساحه البي دي اف اللي معاك. ممكن تصغر حجمه، مثلا انا دلوقتي مثلا عايز اسيف البي دي اف ده ولكن عايزه بمساحه اقل، فمجرد ما بدوس هنا بيطلع لي المساحه اللي انا ممكن اسيفه بيها. طول ما انت بقى في الجزء بتاع الريدر لو حددت كده اي كلام مثلا هيظهر عندك حاجه هنا بتشتغل بالاي اي، ممكن تعمل ترانسليت، ممكن تعمل سمرايز، ممكن تعمل اكسبلين. لو انا مثلا دوست ترانسليت هنا بيظهر عندي اللغات موجود العربي، مجرد ما بدوس عليه بيبدا يترجمه لي بالاي اي، وترجمه يعني نوعا ما بتكون كويسه، يعني مش ترجمه غريبه. نفس الكلام مثلا ممكن تخليه سمرايز الجزء ده مثلا يلخصه، ممكن بقى تعمل طلع لك ده كوبي تبعته لحد تاخده تعمل عليه كومنت تعمل اي حاجه فيه. كمان لو دوست هنا هيظهر عندك حاجه اسمها يو بي دي اف اي اي، تقدر تخلي البي دي اف تقدر تساله تتعامل مع البرنامج يعني عن طريق الشات. ممكن تساله على اي حاجه مثلا في البي دي اف اللي موجود قدامك. موجود هنا الشات اهو زي ما انت شايف، ممكن تديله اي امر انت عايزه، ممكن تخليه سمرايز زي ما قلنا. فكل دي مميزات انت لو بتستخدم الحاجات دي كتير هتلاقي ان هي فعلا مفيده قوي بالنسبه لك. اكتر فكره عبقريه بصراحه قابلتني مع البرنامج ده هي فكره ان انت تستخدم الاي اي في ان هو يساعدك في التعديل او في تلخيص او في اي حاجه انت عايز تعملها في البي دي اف اللي معاك. كمان فكره ان انت عندك اكونت واحد تقدر تستخدمه مع كل المنصات على كل الاجهزه زي ما قلت في الاول، وكمان البرنامج بيديلك عليها مساحه تخزينيه على الكلاود، تقدر تعمل سينك ما بين كل البي دي افات بتاعتك على كل الاجهزه بتاعتك وتقدر تستخدمه في اي وقت. دي بصراحه حاجه برده بتساعدك كتير وانت بتستخدمه، غير ان هو ارخص من حاجه منافسه ليه زي الادوبي اكروبات، وكمان بيقدم لك مميزات اكتر منه. زي ما انت شايف كل الحاجات اللي موجوده قدامك دي مثلا موجوده في برنامج اليو بي دي اف ومش موجوده في الادوبي اكروبات حتى النسخه البرو. هسيب لك اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن، هم دلوقتي عاملين خصومات بمناسبه البلاك فرايداي، فلو انت مهتم ان انت تشترك في اكونت مدفوع انزل دلوقتي من اللينك اللي تحت. وبرده زي ما قلت البرنامج موجود منه برده نسخه فري ممكن تستخدمها من غير فلوس. لو عجبك الفيديو او استفدت ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.